لقاءنا اليوم كان عبارة عن ورشة تحسيسية حول المشاركة السياسية للنساء، وحاولنا من خلال هذه الورشة الانفتاح على مجموعة من المشاكل اللي تعيق المشاركة السياسية للنساء وخاصة في الأقاليم الجنوبية. كذلك حاولنا التطرق لمجموعة من المبادئ اللي تعزز هذه المشاركة كمبدأ المناصفة وإلقاء أو تسليط الضوء على مجموعة من العناصر المشكلة له وكيفية تنزيل حقيقي على الميدان. كذلك تناولنا الكوطة وتناولنا كذلك تعزيز مشاركة النساء في وضعية إعاقة وكيفية خلق الضمانات الكافية لهذه المشاركة. وحاولنا من خلال هذا اللقاء في الختام الخروج بمجموعة من التوصيات ومجموعة من الحلول اللي بإمكانها إعطاء ضمانات حقيقية من أجل مشاركة سياسية فعالة للمرأة بالأقاليم الجنوبية. أنا من بين المشاركات الحمد لله اللي حضروا اليوم في حملة تحسيسية لمشاركة النسائية، تعزيز المشاركة النسائية يعني السياسية، وحضرناها اليوم الحمد لله في هذا المركز دار المواطن تابع للتعاون الوطني. الحمد لله استفادنا ياسر، يعني استفادنا بالتوعية السياسية للمرأة، يعني فهمنا معنى توعية، معنى مشاركة المرأة. بداية استفدنا الأهداف المشاركة، كيفية المشاركة بالنسبة للنساء في المجال السياسي، واستفدنا مولي مشاركة النساء ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني والحمد لله هذه الحملة اللي تخطات اليوم استفدنا منها ياسر، وهذا يعني في ظروف مرت يعني ظروف حسنة، والحمد لله معنا شابات ونساء، وعرفنا بداية بعد معنى التوعية، معنى الوعي، معنى كيفية الترشيح وكيفية الانخراط في حزب سياسي وهذه ياسر من المسائل الحمد لله استفدنا منهم حنات النساء. والحمد لله والشكر لله الأستاذة عائشة الكرشة والإطار اللي معاها، والحمد لله يا ربي حامدين وشاكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كنا في حملة تحسيسية في مركز دار المواطن اللي نظمت جمعية الآفاق، اللي نظمت حملة تحسيسية حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، واستفدنا منها ياسر من المسائل حول امتى ابتدأت المرأة السياسة، كيفاش المرأة تندمج خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي كيف تندمج في المجال السياسي تحت إشراف الدكتورة عائشة الكرشة، واللي ساهمت عن المرأة عندها استحقاق كبير في المجتمع، واللي نقدوا عنه كاملين نخارطوا سواء في الانتخابات كمصوتين ولا كمترشحين. حضرنا هذه الحملة في مركز دار المواطن الكولوميني تابع للتعاون الوطني. حضروا معنا أساتذة في المستوى، حصلنا على إفادات الأستاذة عائشة الكرشة الأساتذة. حضرنا هذا كان تحت إشراف جمعية آفاق، كانت ما شاء الله حصة مميزة، كانت استفادة ما شاء الله قيمة. أشكر جميع الأطر وجميع المؤطرين والمكونين في هذه الحملة التحسيسية.